نادي السويس بيلعب في وسط ملعبه. ادي كرة عرضية من ابراهيم حسن عند فيليكس وسيد، انما توصل لياسر ريان وعنده فرصة يشوط وعنده فرصة ياسر، يرجع ورا لأسامة عرابي. عرابي في المباراة رقم 380 بيسجل الهدف الاول للنادي الاهلي. ايوه طبعا الشوط راحوا فيه. أسامة عرابي نجم الاهلي المخضرم، هو شاط واحدة في الشوط الاولاني جت في نص الجول لنادي السويس. اشرف عرضية محمد يوسف عملت له مشكلة لانها جاية على يمينه، انما توصل مرة تانية وشوطة وتخبط والحضري، وعلى مرتين يمسك عصام الحضري دربكة بدون داعي في صفوف النادي الاهلي. ومحمد يوسف اتعملت على طول عرضية وحسام وحسني مسعد، حلوة من حسام. ده ابراهيم عايز يخش ودخل وسط الزحمة، وحلوة يا طارق، وحلوة يا طارق، فات بمهارة عالية قوي، حلوة لفيليكس ابواجي وسيد، والشوطة بتاعت سيد حافظها سيد مشير حنفي. واول مرة يعدي نص الملعب لابراهيم حسن، ابراهيم وعرضية وحسام، والهدف رقم 90. اخوه ابراهيم رفعها له قال له يلا يا حسام عشان تعرف تودع جمهورك وتعرف تودع حبايبك، عملها له اوفر بالمقاس على راسه. حسام حسن حطها براسه في الشبكة وجري على ابراهيم قال له متشكرين يا اخويا ياسر محمد، وفعلا لفها. والاختبار الاول لعصام الحضري